بعد ما عرفنا في الحلقة السابقة إن أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين الأيوبي هو القائد الخاص بنور الدين محمود يذهب بالحملة التالتة الزنكية اللي على مصر، واللي بالفعل بتنتصر ويكون هدفها واضح وصريح: القضاء على القائد الخاين شاور، والهدف الثاني وهو القضاء على الحملات الصليبية اللي على مصر في الوقت ده. وبالفعل بيستطيع وبالفعل بيهدم والهزيمات الصليبية ديت والأخرى، بيهدم الهزيمات الصليبية ديت وبيستطيع القضاء على شاور القائد الخاين. ولكن فرحة ما تمت وبيموت أسد الدين شيركوه بعد الحادثة ديت بشهرين عشان يولي بعده الخليفة الفاطمي صلاح الدين الأيوبي، اللي هنشوف إنه في وجهات نظر واختلافات طبعا، إلا الشعب والجنود الخاصين بصلاح الدين موافقين على توليه المنصب تماما. أما بيجي الاعتراض من الفاطميين أو الشيعيين بالأخص، لأن هو أصلا سني وهم شيعة، فأكيد في اختلاف وفي حقد، وهنعرف إن في بعد كده انقلابات عليه، ولكن كل الانقلابات بتبوء بالفشل الذريع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قناتكم المفضلة مدارك أونلاين. معكم أحمد ابن الخياط في حلقة استكمالا للحلقة السابقة في قصة القائد المسلم التاريخي صلاح الدين الأيوبي. بعد ما عرفنا إنه خلاص بدأ في تأسيس دولته الخاصة الدولة الأيوبية، وإن طبعا ده قام على عدة أشياء، منها إنه قام بالدعاء في بعض المساجد للخلافة العباسية وعدم الدعاء للخلافة الفاطمية، وبكده يكون رسميا انتهاء الخلافة الفاطمية في مصر على يد صلاح الدين الأيوبي. ودي طبعا أحداث مهمة بنعرف منها تأسيس لدولته والانقلابات اللي بتحصل عليه. زي ما قلت لك، بيبدأ بتأسيس دولته الخاصة الدولة الأيوبية. تأسيسات زي إيه أو إجراءات زي إيه؟ زي إنه يوحد الحكم، تمام، وهيعمل حاجة تانية وهيهتم بيها، وهو توحيد الجيش وتنظيمه، لأن ده في أي دولة على الإطلاق بيكون هو العنصر الأساسي لأي دولة تريد البقاء والاستمرار على مدى التاريخ. أما بالنسبة للسبب الثاني وهو الاهتمام بالإصلاح في الدولة لما دمرته من الحروب والمعارك اللي قامت على يد الصليبيين، هقول لك تمام ماشي. هيعمل حاجة تمام يهتم بيها من الجانب الديني. زي إيه؟ هيهتم في الجانب الديني، هيعمل مدارس بتدرس السنية ويهتم بالعلماء السنيين أكتر، ويهتم بالمذاهب وبالأخص المذهب السني أو المذهب عامة، المذهب الشافعي. وهنا نلاحظ على الضفة الأخرى من الزمن القائد نور الدين محمود، اللي بدأ يشوف إن صلاح الدين نفوذه بدأت تزداد في مصر وسيطرته عليها، ولكن قبل وفاته بفترة هيكون بيجهز حملة بتذهب إلى مصر للقضاء على نفوذ صلاح الدين. ولكن الحلو ما بيكملش وأحسن هو ما كملش، ولكن بيحدث الحدث الأعظم: وفاة نور الدين محمود في 4 شوال على حسب المصادر سنة 1174، واللي بيندفن في دمشق عن عمر ناهز 58 سنة. خليني أقول لك يا صديقي، وفاة نور الدين محمود هتكون سبب في وجود فراغ كبير في العالم الإسلامي، خصوصا إن بعض الأمراء هيثوروا على ابنه اللي هو الملك الصالح. أيوه، اسمه الملك الصالح إسماعيل، اللي بيكونش بيتجاوز من العمر 11 سنة، وده هيشيع وهيثور الأمراء عليه. طبعا مين شاف الموقف ده ومتحمس للانقلاب؟ صلاح الدين الأيوبي. هيستغل إن دي فترة وجيزة، فترة انتقالية لإظهار دولته حقا ووجيدا، وهيبدأ بأنه يوحد البلاد مرة أخرى تحت رايته وتحت اسم دولته الدولة الأيوبية. وبالفعل بيبدأ صلاح الدين بتوحيد تلك البلاد، منها الشام طبعا، لأن ده الأهم، لأنه كان شايف أن كل أمير بيحاول الاستفراد بحكمه والاستقلال عن بقية العالم وبقية الدولة العالم الإسلامي. ولكن بالفعل بيستطيع صلاح الدين الانتصار على تلك الصراعات ويدخل دمشق عام 1174، أي بعد وفاة نور الدين
بعدة شهور قليلة. قول يا أبو حميد، أكيد الناس استقبلوه دلوقتي بكل ما هو ضيق واستهتار. هقول لك العكس تماما، الشعب استقبله بكل ترحيب وكل حب، لأن أنا شايف إن ده اللي هيخلصهم من كل الصراعات اللي هم فيه. وبيبدأ فعلا صلاح الدين الأيوبي يوحد المدن واحدة تلو الأخرى تحت راية الإسلام وتحت راية دولته الخاصة الدولة الأيوبية. خليني أقول لك يا صديقي إن بكده رسميا وفعليا بعد وفاة نور الدين محمود بتكون ديت بداية الانطلاق وبداية ظهور الدولة الأيوبية حقا وعلى عين الحق، وبتكون هي الدولة الرسمية، ويكون صلاح الدين الأيوبي هو القائد الأعظم والقائد الأول للعالم في هذا الوقت. عشان كده بالفعل يبقى صلاح الدين وحد كل البلاد تحت راية واحدة، وهي راية الإسلام والدولة الخاصة به الدولة الأيوبية. هتقول لي والنبي أبو حماد، هقول لك قول يا غالي، تقول لي والنبي طب الدولة الأيوبية جت منين؟ هتقول لي ما هو اسمه صلاح الدين الأيوبي. هقول لك جميل رائع. طب صلاح الدين الأيوبي، طب الأيوبي جه منين أصلا؟ اسم والده نجم الدين الأيوبي، فالاسم المطلق جه من فين؟ أيوب اللي هو اسم والده أو اسم جده عامة بقى الأيوبي، ومن هنا سميت الدولة الأيوبية. بعد كده صلاح الدين بيركز على الدولة والأخص الجانب الديني، حيث إنه هينشر بعد كده، هيبدأ ينشر العقيدة السليمة والوحدة الوطنية السائدة، وينشر العدل والعدم، هيعيش حياة الطرف والبذخ في الدنيا، وإنك عايش دلوقتي عشان ليك هدف واضح وصريح. أقول لك يا صديقي، خلال ما كان صلاح الدين بيحارب في صراعات بين أو في الدولة ذات نفسها، لأن زي ما أنت عارف يخش في صراعات عارمة عشان يثبت حكمه، وبالأخص الصراعات دي هتكون مع اتنين مشهورين جدا. واحد اسمه سيف الدين غازي، ده بيكون أخو نور الدين محمود. سيف الدين غازي وابنه عز الدين مسعود، الاتنين هيتحالفوا ضده، هيدخلوا في الصراعات ما بينهم في صراع أو في معركة هتسمى بمعركة المرج. المعركة دي طبعا انت اكيد عارف نتيجتها، وهي انتصار الساحق انتصار لصلاح الدين وسحق هؤلاء الاميرين. عشان بكده بيكون صلاح الدين جهز كل حاجة تماما، لان هو مركز تماما على الاستقرار الداخلي للدولة قبل التركيز في الخارجي. وده سبب جميل انك تركز في داخلك وتشوف مين معاك ومين ضدك. مين معاك احسن من مين ضدك، انت عارف مين معاك عشان ما يخونكش ويطعنك في ظهرك بعد كده، ويكون السبب الاول والرئيسي في هزيمتك، مش سبب في ان هو عدوك هو اللي يهزمك. لان انت لو امنت داخليا وامنت خلاص انت مستقر داخليا ومسيطر، انت بتحارب العدو وانت مطمن. فده كان سبب رئيسي ان صلاح الدين كان مهتم بالجبهة الداخلية وتكوين الحماية الداخلية اولا. خليني اقول لك ان صلاح الدين في الوقت ده ما كانش لسه مستعد، تم الاستعداد لانه يهاجم الصليبيين او يتجه او ياخد خطوه ضد الصليبيين في القدس، وبالاخص بعد ما قام بارسال الخليفه العباسي له مرسال بيأكد له فيه ان حكم مصر والشام تحت ايدك يا ريس، اتوكل على الله واعمل اللي انت عاوزه. تمام كده، تمام اوي يا ابو حميد. وطبعا زي ما قلت لك انه بيهتم بالجبهه الداخليه، وكانش لسه مستعد أتم الاستعداد للدخول مع الصليبيين في حروب، فبيعمل هدنة مع مين؟ مع الصليبيين، أو بالأخص مع ملك اسمه بلدوين الرابع. وصراحة الهدنة دي هتكون مفيدة للطرفين. يعني الطرفين إزاي؟ لسببين، السبب الأول لصلاح الدين والسبب الآخر للصليبيين. هتقولي طب صلاح الدين ليه؟ أقول لك لأن صلاح الدين في الوقت ده ما كانش لسه بكامل قوته زي ما أنت عارف، لسه بيأمن الجبهات الداخلية، بيظبط الجيش، بيكون العتاد لمعركة قادمة وتحرير قادم بإذن الله. طب السبب التاني للصليبيين ليه؟ هقولك الفترة دي في الصليبيين الملك بلدوين الرابع كان مصاب بمرض، يعني مش متوقع موته امتى، فبتدخل المنطقة في حروب وسياسات واختلافات سياسية داخلية على مين هيتولى الحكم ومين هيبقى المسيطر، أكيد سياسات خلافية أنت عارفها، وده اللي بيحصل فعلا. فبيلجأ كل منهما لعمل تلك الهدنة لاستعداد كل منهما لتلك الحرب.
لكن يا صديقي ما لم يكن بالحسبان. هناك قائد صليبي ملعون بيسمى عند العرب اسمه أرناط، ولكن عندهم يعني اسمه، أو أخص اسمه يعني اسم ملعون، رينالد دي تشاتيون. ده القائد الصليبي كان من شدة كرهه للمسلمين والإسلام كان بيهجم على القوافل. انت طبعا هنا في هدنة مع صلاح الدين، فما ينفعش تتعدى على معتقداتي ولا تعدى على معتقداتك. فهو تعدى على معتقدات صلاح الدين، وبالفعل بيهجم على القبائل الإسلامية، القبائل التجارية كانت، أو الحجاج المسلمين بأثناء عودتهم من الحج أو ذهابهم من الحج. فكان طبعا بيأثر عليهم. طب هل ده سكت صلاح الدين؟ طبعا ما سكتش. بيبعت مرسال للملك في الوقت ده اللي هو بلدوين الرابع، بيقول له ويحذره الحرب هتقوم لو القائد ده ما تعاقبش. وبالفعل بيذهب ويلتقي الجيشين، توصل المرحلة إن بيلتقي الجيشين صلاح الدين مع ملك بلدوين الرابع، ويلتقي الجيشين. ولكن بلدوين الرابع بيحاول يهدي الأمور ويقول له خلاص انت ارجع دمشق مكانك وانا هنهيلك عليه تمام. وبالفعل بيحصل بينهم نقاش وبيطرطش كلام زي معاتبة الموظف اللي بياخدها من مديره، بس تمام. عشان بعدها بكام شهر يموت مين؟ الملك الرابع أو الملك بلدوين الرابع. هيتولى مين مكانه؟ هو على حسب الوثائق وحسب المصادر التاريخية بتقول إن هو عشان كان مصاب بمرض ومينفعش إن هو يعني مخلفش، فهيولي ابن أخته اسمه بلدوين الخامس. بلدوين الخامس ده بيكونش طبعا تجاوز ال6 سنين، وبيكون برضه مصاب بنفس المرض بتاع خاله، فبيطولش وبيموت. وبيتولى الحكم في الوقت ده أخته اللي بتكون متجوزة من ملك أو من قائد اسمه جي دي ناليون. القائد ده كان برضه زي أرناط كده ملعون وكاره للإسلام والمسلمين، وبيكون صاحب أرناط جدا. وهتعرف هعمل ايه دلوقتي. عمل ايه يا صديقي؟ هقولك عمل ايه. أرناط ده في خلال كسر الهدنة مع صلاح الدين كان بيحاول إن هو يستلي ويمر على القوافل وينتهكها. جميل. وبيخش في حروب من ضمنها هجومه على مكة والمدينة. طب هيخش المدينة ليه؟ صلى على النبي. هيخش المدينة عشان ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. انت متخيل؟ عشان ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أرناط يا ملعون. فتتخيل كم المصيبة اللي كان هيعملها. وبالفعل صلاح الدين هيدخلهم في معركة، وهم طبعا مش هيسكتوا. بينزلوا فعلا بالمعركة، المعركة اللي انت هتعرفها من اسمها او من اسبابها. المعركة ديت هيكون فيها صلاح الدين انطلق بجيش من مصر والشام واليمن ومن مدينة أخرى اسمها الموصل. الجيش هيكون عتاته 30,000 مقاتل ذاهبين بص بكل شراسة، هيجيبوا حق اللي ماتوا هيجيبوه. وبالفعل صلاح الدين هتجيه إخبارية أو من قادة من داخل هذا أو من الرومان ذات نفسهم، منهم ذات نفسهم قادة هيكونوا هيبعتوا رسالة صلاح الدين ويقول لهم إن هم هيلتقوا أو هيتجمعوا عند قلعة تسمى قلعة الصفورية. كلام جميل، كلام جميل. فهيبدأ صلاح الدين يتخذ خطة على تلك الخطة أو على تلك المعلومات اللي جات له. أولا هيلتقي بيهم عند تلال تسمى تلال حطين، هيقطع عنهم المي. وطبعا نتيجة لذلك هينزلوا الحرب بالفعل الصليبيين وهم منهكين تماما، عطشانين وتعبانين وعتادهم خلصان. فلو انت داخل حرب خسران خسران. جميل. هيخش الحرب بالفعل وهيتم انتصار صلاح الدين في تلك الحرب بكل سهولة. المعركة ديت هتسمى بمعركة حطين. في يوم 4 يوليو 1187 هتبتدي معركة حطين في مكان اللي قلت لك عنده في تلال حطين. وبالفعل المعركة هتدوم لمدة يوم كامل، واللي هتنتهي زي ما انت عارف بانتصار المسلمين بقيادة صلاح الدين الأيوبي. وده طبعا بعد ما شاف الصليبيين ان النار بتتهجم عليهم من فوق ولهام، وهم اصلا ما فيهمش نفس للمقاومة. وبالفعل هيتم إلقاء القبض على أرناط وملك مملكة القدس اللي هو ده، إن صلاح الدين هيستضيفهم في خيمته. فهيدي لملك مملكة القدس القائد ده هيديه كوب من المية اللي هو يشرب يعني. فطبعا هو بيكون خجلان في قمة خجل،
ذلك الملك لأنه مأسور في يد صلاح الدين. فهيناول الكوب ليه جنبه واقف مين؟ أرناط. طبعا هنا مين بيتغاظ ومين بيتضايق؟ صلاح الدين. هيتضايق لأنه قال له أنا مش اديتك ما تشرب، ما أمرتش إنك تشرب. فطبعا بيخش في عناد معاه. فطبعا صلاح الدين عشان ما يعني عشان يحلل قتله فبيعرض عليه الإسلام، ولكن أرناط بيعترض وبشدة وبيسخر من الإسلام والمسلمين. صلاح الدين طبعا ما بيفكرش كتير، بيطلع سيفه وبيطير رقبته وبيخلي الجنود بتاعه يكملوا بره الخير. طبعا هنا واقف مين ومرتبك؟ ملك مملكة القدس يكون واقف معاه. انت خلاص هو واقف يعني ايه؟ خلاص رقبتها هتطير مفيش فصال. ولكن بالفعل يتفاجأ رد صلاح الدين اللي بيكون مفاجئ له حرفيا، اللي بيقول له الملك لا يقتل ملك. فانت لو كنت قعدت يعني وجلست مع ملك بلطوين الرابع كنت عرفت وصول الحرب ووصول الملوك كويس جدا. فما يقتلوش ولكن بيخليه في الأسر لوقت ما هيحتاجه له. عشان نشوف بعد كده تساقط المدن الصليبية واحدة تلو الأخرى. منها طبعا اللي هتبدأ بعكا، بعد كده النصدة، بعد كده صفد، بعد كده انتقالا وانتهاء بيافا. تمام. هيحتل المدن ديت كلها واحدة تلو الأخرى إلى أن يصل طبعا فين؟ إلى القدس. وبالفعل هيحصل هو منتظر ومتوقع، هيحاصر القدس. حصار هيدوم فترة وهيتواصل منه خلال مع القائد الصليبي في الوقت ده في المسجد أو في القدس إن هما يقوا اتفاقية، والاتفاقية هتكون لصالح الصليبيين طبعا، إن هما يخرجوا بسلام من الأقصى مقابل فدية بسيطة. وبالفعل هيوافق صلاح الدين على تلك الفدية، هتكون طبعا على كل الصليبيين سواء كبير صغير رجل امرأة طفل، كله في فدية مقابل لكل واحد هيخرج من المسجد الأقصى في الوقت ده. ولكن ماشي صلاح الدين بوافق. هنشوف بعد كده نقطة انتقال أخرى لما صلاح الدين هيدخل القدس. وبالفعل هيدخل القدس في يوم 2 أكتوبر 1187 وبيفك الحصار لأنه يكون سيطر على الوضع تماما. عشان بعد كده بنشوف صلاح الدين وهو داخل المسجد الأقصى بيصلي فيه لأول مرة، وبيأمر أن يرفع فيه الأذان لأول مرة لفترة دامت أكتر من 88 سنة لم يرفع فيه الأذان ولم يركع فيه صلاة، وهيأمر بالصلاة فيه. وفي يوم الجمعة هيلقى فيه خطبة. الخطبة دي هيتم الدعاء فيها للخلافة العباسية في بغداد. الخلافة ليه؟ الخلافة العباسية. عشان كده يبقى رسميا وبكل طلاقة أصبح المسجد الأقصى أو القدس عامة تحت حكم الإسلامي السني. رسميا أصبح في يد الخلافة العباسية وتحت حكم صلاح الدين الدولة الأيوبية. كده خلاص خلصت، ولكن ما بتخلصش هنا. صلاح الدين طبعا بيبدأ يقوي جيشه ويقوي دفاعاته الدولية، وبيقوي طبعا الأقصى من كل اتجاهاته. تحصينات القلعة بيقوي الجيش، بينظموا ترتيبات دي. عشان ايه؟ عشان هو حاسس وعارف خبر زي سقوط القدس في يده هيكون واقع صدمة في قلب الأوروبيين، وده اللي هيحصل بالفعل، اللي هيكون كالرعد وكالبرق عليهم. ده مكان خاص ومكان لمقدساتهم طبعا، كان مهم عندهم، فسقوطه في يد المسلمين كان كارثة بالنسبة لهم. فهنشوف بعد كده موقف وحدث مهم وهو الحملة الصليبية الثالثة. بنشوف بعد كده الحملة الصليبية الثالثة اللي هتكون الأقوى على الإطلاق. طب هيقول لي أقوى ليه؟ أقول لك في بعض المصادر كان بيطلق على الحملة دي حملة الملوك. ليه؟ لأن هيكون فيها 3 من أقوى القادة في أوروبا في الوقت ده. الأولاني أنت طبعا عارفه أو سمعت عنه قبل كده، ألا وهو ريتشارد قلب الأسد ملك إنجلترا، واللي يعرف بذكائه ودهائه في الحروب، وبيكون الأقوى على الإطلاق في ال3 اللي جايين دول. أما بالنسبة للثاني فهو فيليب باربروسا. أيوة، ده بيكون إمبراطور ألمانيا. هيكون هو راجل كبير في السن أصلا، فهيجي معاهم ككاملة عدد، وفي مفاجأة هتحصل له قدام دلوقتي. أما بالنسبة للملك الثالث فهو ملك فرنسا واللي اسمه فيليب أغسطس.
كلام جميل. وده يعرف طبعا بذكائه وحماسه للحروب في الوقت ده. 3 هيجوا، بس عندك باربروسا ده اللي هو امبراطور المانيا، هيجي عن طريق الاناضول في نهر ما هناك. والمفاجأة الحلوة ان هو هيغرق هناك، وهو جاي في الطريق هيغرق. طب هذا الحمد لله واحد وخلصنا منه الحمد لله. بالنسبة للاتنين التانيين بيغرقوا ولا ابو حميد؟ هقول لك يا عزيزي طبعا ما مش بيغرقوا دلوقتي، هيجوا طبعا عن طريق البحر برضو، هينزلوا في اول مدينة تقابلهم وهي قبرص. هيحتلها طبعا وهيخسف بيها الارض وهيحتلها ويقتل اللي فيها. تمام كده بقت قبرص تحت ايد ريتشارد قلب الاسد، وهو في طريقه ماشي بيحتل مدن وقرى، ولعبنا يوصل بعد كده لمنطقة او مدينة تسمى عكا. تمام هيحاصر عكا لمدة 2 سنين. والحصار ده صلاح الدين طبعا مش ساكت، بيهاجم بكل قوته وبكل شراسة عشان ياخد منه المدينة اللي اتخذت منه دي. لكن بيحتلها وبيستطيع السيطرة عليها بالفعل ريتشارد بعد أن احتلها لمدة أو حاصرها لمدة 2 سنين، وقتل فيها الكثير من الناس، وبالأخص قتل فيها 3000 أسير مسلم. والتلاتة دول بالذات، طب ليه العدد ده مميز؟ ده كان رد منه أو كرد انتقامي لصلاح الدين، عشان نعرف إن احنا جينا وخلاص يا باشا القدس راجعة. بس مفيش كلام من ده، علشان بالفعل تسقط عكا في ايد ريتشارد قلب الاسد في سنة 1191. بينطلق بعد كده ريتشارد لمنطقة مهمة، وهي منطقة يافا، اللي هيتقاتل فيها مع صلاح الدين في منطقة تسمى أرسوف، وهتعرف المعركة باسم كده. ولكن انت متوقع انتصار صلاح الدين، ولكن خليني افاجئك واقول لك ان صلاح الدين بينهزم، بس بينسحب انسحاب تكتيكي في المعركة دي، ويكون المنتصر فيها ريتشارد قلب الاسد. وهنا بتأتي لحظة إدراك لريتشارد قلب الأسد، هيتوب ولا يا أبو حميد؟ هقول لك لا طبعا نرجو ذلك، ولكن المفاجأة في الأمر إنه هيتوقف هنا. هو خايف يتقدم ناحية القدس عن أكتر من كده. هتقول لي طب وقف ليه؟ طب ما كان كمل عشان يتقتل أو ياخدها ويمشي. هقول لك لا، الملوك عظمتهم في التكتيك وفي التخطيط وعمل حساب المستقبل. الخطوة اللي بعد دي أعمل حسابها، مش أي زنبهيلة. وده اللي بيحصل بالفعل. هيراجع حساباته ويشوف معاه قد ايه وعليه ايه، هيلاقي ان هو لو دخل وهاجم القدس في الوقت ده فهو خسران خسران. طب ليه يا ابو حميد؟ 3 اسباب. السبب الاول، الوقت ده كان فيه مطر غزير، وهو مش مستحمل او مش متعودين على المطر بمعنى صح. تمام. السبب التاني، هقول لك السبب التاني كان يعني اكثر دقة واكثر اهمية. الامدادات في الوقت ده كانت لسه ما جاتلوش، او مفيش امدادات في الوقت ده، كلها كام ألف جندي معاه وكام فارس، فمش عايز يخاطر بيهم، لأن لو خاطر بيهم هيرجع موت. جميل. السبب التالت وده الأهم، خايف من هجمات صلاح الدين عليه. ياه، والله خايف من هجمات صلاح الدين عليه اللي هتكون قاضية بالنسبة له. فبيتراجع وبيهدى كده 5 كده، قال لك بس ما بدهاش، هنعمل هدنة مع صلاح الدين وأكيد هو هيقبلها وهيمشي الدنيا. ولكن الفاجأة بالأمر إن صلاح الدين طبعا هتكون هناك هدنة. الهدنة ديت يا صديقي هتكون لها مدة وشروط وأسباب. جميل. أسبابها اللي قلت لك عليها، إن هو طبعا خايف يخش في معركة مع صلاح الدين نظرا لقلة إمداداته، وخايف من هجمات صلاح الدين. تمام. مدتها هتكون من 3 سنوات ل3 شهور، أو 3 سنوات و3 شهور، ده على حسب بعض المصادر اللي قالت الكلام ده. كلام جميل. تمام. طب هنشوف بعد كده الشروط. وكان فيها شروط. طب احمد انا قلت لك في اسباب وفي شروط وفي مده. شروط ترك الهدنه، الشرط الاول ان القدس ستظل تحت حكم المسلمين. ده كلام جميل جدا. طب الشرط الثاني ان السماح للحجاج المسيحيين لزياره مقدساتهم في القدس، يعني واحده عليكم وواحده عليا. كلام جميل. الشرط الثالث وهو ترك الساحل للصليبيين اللي هيمتد من صور ومدينة اسمها صور إلى مدينة تسمى يافا. ماشي براحتك. علشان نشوف بعد كده حاجة مهمة في الأهمية،
وهو تعب ريتشارد قلب الأسد، ما بيطولش بعد الهدنة وبيحس بتعب وإرهاق وخلاص. فإيه؟ هيتخذ قرار مهم، وهيعمل إيه؟ هيركب أول مركب راجع أوروبا تاني مع السلام. هيرجع، بس هيحكي عن المواقف اللي دارت بينه وبين صلاح الدين الأيوبي. الراجل ده يا جماعة هيشوف إن صلاح الدين، أو هيوصفه إن قائد عظيم وعدو محترم ووفي بكلماته ووعوده. إن الأوروبيين هيتأثروا بصلاح الدين، متخيل؟ كعدو محترم ووفي بوعوده، وكقائد مسلم ليهم كقدوة. متخيل كم عظمة هذا الرجل؟ عشان كده يا صديقي يبقى بالفعل وبمنتهى الصراحة والحب والترحاب رسميا انتهاء الحملة الصليبية الثالثة وفشلها الذريع في استرجاع القدس مرة أخرى. خليني أقول لك يا صديقي إن الحوار ما بيخلصش على كده. صلاح الدين ما بيتوقفش عن إن خلاص في هدنة والكلام ده، بل إنه بيتم تقوية جيشه وفرسانه، ويبدأ يقوي المدينة ديت والمدينة دي، ويرمم ويقوي الحصون والقلاع الخاصة بدولته، لأن يعني مش ضامن الدنيا بمعنى صح، ممكن تكون في حملة جاية تاني أو في هجوم صليبي مرة أخرى. ولكن الحلو ما بيكملش. نعم، الحلو ما بيكملش، ده كلام موثوق منه. طب ليه الحلو ما بيكملش يا أبو حميد؟ هقول لك. في يناير 1993 ميلاديا هيجي شوية تعب كده على عمك صلاح الدين الأيوبي القائد المغوار، هيصيبه شوية حمى وشوية ألم شديد كده. تمام. طب إيه؟ أقول لك مش دي الحكاية. الحكاية إنه بعدها بشهرين، أي في 1193 هيتوفى القائد المغوار محرر القدس وصاحب الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبي، اللي موته هيكون فجأة كارثية للإسلام عامة ولجنوده خاصة، اللي هيتوفى عن عمر يناهز 55 عام، وهيموت في دمشق، وهو في الوجود في دمشق. ولك أن تتخيل صديقي المشاهد إن هو لما بيموت أو وقت موته بيفتحوا الخزانة الخاصة بيه، فمش هيلاقوا فيها حاجة خالص غير 47 درهم فضة ودينار ذهبي واحد. لكن تخيل، هتقول لي طب الفلوس راحت فين؟ اتسرقت ولا اتنهبت ولا؟ هقول لك لا، خرجها في سبيل الله. كان رجل محب للخيرات جدا، واللي هيؤمر بعد كده يا صديقي أو وصيته لأولاده طبعا الاهتمام بالدولة والمسلمين، وخليكوا دايما متوحدين وموحدين بالله عز وجل، وخلوا بالكم من الدولة. وطلبوا الأخير إن هو يندفن في طبعا دمشق، وده اللي بيحصل، بيتعمل له ضرع أو ما يسمى بضريع أو قبر بجوار الجامع الأموي في دمشق. ولكن خليني أقول لك، أي دولة إن لم يرأس رئيسها القوي رئيس قوي مثله فستنهار وستتفكك، وده اللي بيحصل بالفعل. الدولة الأيوبية بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي هتتقسم على ولاده وأخوه. طيب اتقسمت ليه؟ هقولك ده الورث بتاعهم. طيب اتقسمت على مين؟ اتقسمت على 3 من أبنائه، والرابع كان أخوه. ال3 من أبنائه، الأول اسمه العزيز عثمان، وده الابن الأكبر واللي بياخد حكم مصر. جميل. أما في الثاني فهو اسمه الأفضل علي. الأفضل علي بياخد حكم دمشق. أما بالنسبة للثالث فهياخد أو اسمه الظاهر غازي، وده هياخد حكم حلب. أما بالنسبة لعمهم الرابع فهو الملك العادل، اللي هياخد حكم بعض المناطق في الجزيرة وكده. ولكن نفوذه هتزداد مع الوقت، خصوصا إن هيحصل صراع بين الأخوين، العزيز عثمان حاكم مصر والأفضل علي حاكم دمشق. خليني أقول لك إن الأفضل علي ده كان ضعيف سياسيا، مالوش في السياسة أوي، فبيدخل في صراعات مع أخوه. مين اللي بيشوف الموقف ده وبيستغله؟ أكيد تعرف الملك العادل عمه. هيخش في الصراع معاهم، بس هيكون في صف مين؟ العزيز عثمان.
عشان بالفعل بعدها بكام سنة، في سنة 1200 ميلاديا بيتوفى العزيز عثمان حاكم مصر ودمشق في الوقت ده، عشان يدخل مكانه ويستغل الموقف الملك العادل ويسيطر على مصر ودمشق وبعض المناطق في الدولة، أي يعني بيستعيد الدولة ويوحدها تحت راية الدولة الأيوبية مرة أخرى. ويقال في بعض المصادر إنه كده بيكون أو بيتم استرجاع الدولة مرة أخرى ودخولها في عهد جديد نوعا ما. لكن المفيد في الأمر والحلو في الأمر إن صراحهم مع الصليبيين ما بيتوقفش رغم كل الصراعات والانقلابات اللي بينهم، بس صراحهم مع الصليبيين كان مستمر في انتصارات ما بينهم. فدي كان أقول لك يا صديقي رحل عن الدنيا صلاح الدين الأيوبي، وقد ترك لنا إرثا من التاريخ والقوة والهيبة والعدل والرحمة والمودة في الأرض، حيث أن حرر القدس من يد الصليبيين، دافع عن المظلوم ورد كيد الظالم، هذا الملك والقائد المغوار. وخلينا أقول لك إن هو حقق ما عجز عنه الملوك والسلاطين من قبله وممكن من بعده كمان، اللي كان من ضمنهم في عصره المعاصر يعني عماد الدين زنكي وابنه نور الدين محمود. أيوة، نور الدين محمود اللي كان عايز يوحد العرب تحت راية واحدة، ولكن ما كانش في نفس القوة بتاعة صلاح الدين. هو كان قوي بس ما كانش في نفس قوة صلاح الدين إن هي توحد الدولة. ونتيجة لذلك صلاح الدين خلت في بعض الكتب التاريخية كان ناصر وكان منتصر، كان هو جمع شتان الأمم أو الأمة الإسلامية تحت راية واحدة وتحت سقف دولة واحدة. فالحوار مش صعب ولكن الحوار مش سهل في نفس ذات الوقت. كده بنيجي للغرب اللي بيشوفوه كقائد مغوار عظيم وكعدو محترم ووفي بوعوده واتفاقاته وكل كلماته. وده طبعا اللي شفناه ان هم اثناء لما سمعوا خبر وفاة صلاح الدين الايوبي بعض الفرسان الاوروبيين بكوا، ليس سخرية منه وانما يعني تقديرا لهذا القائد العظيم الذي ترك في قلوبهم اثرا وفي الفرسان الاوروبيين. حتى ان احنا شفناه في المسلسلات والافلام سواء العربية او العالمية وسواء الاجنبية بالذات، وبالأخص اللي شفناها في فيلم Kingdom of Heaven مملكة السماء، واللي المسلسل أو الفيلم ده كان مطلع شخصية صلاح الدين كقائد ذو كلمة وقائد عظيم، قائد مسلم يعني موثوق وذو ثقة. فأنت يعني أنت بتطلع فين تخرج شخصية إيه عند مين، تاخد الفكرة نظرتهم لصلاح الدين القائد ده عندهم كانت ازاي. فلو مشفتش الفيلم اتفضل انك تشوفه وهتعرف قيمة صلاح الدين في المسلسل ده، والخاص ان هو انجليزي يعني ايه ثقافة بقى. لكن الحال لم يكن بالحال، ودعنا لو نظرنا الى القدس حالا وفي هذا الوقت ما نراه من حروب ودمار، ونأسف لما نراه من هذا الظلم، من تخاذل عربي ومن صمت عالمي، حرفيا دمار. فهل يعيد لنا تاريخ صلاح الدين لاسترجاع ما قد فقدناه؟ ما قد فقدناه لم يكن بهذا الرخص بالمرة، بل كان المسجد الأقصى له تاريخ عريق. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد علينا المسجد الأقصى من اليهود الملاعين، ونجعلنا فيه من المصلين القائمين بإذن رب العالمين. وخلي في بالك وفي ذهنك هذه المقولة: القدس لا تنسى وإن طال الطريق. بس كده صديقي، هنا تنتهي حلقتنا، ويؤسفني أن أقول لك هنا تنتهي قصتنا أيضا. رحم الله محرر القدس، القائد المغوار والعظيم، قائد الإسلام في هذا الوقت، محرر مصر بالذات من الشيعة الفاطمية إلى السنية الشافعية،
القائد صلاح الدين الأيوبي. أتمنى وإن كنت قد فدتكم بمعلومة ولو صغيرة تدعي لإخوتنا في فلسطين بتحريرهم مما هم فيه، وتكتب لنا رأيك في الكومنتات. وطبعا انت لسه ما اشتركتش فمش محتاج اقول لك، يعني انزل اشترك وفعل زر الجرس ولايكك الجميل وكومنتك الرائع، وانتظرنا في حلقات جاية. لو عندك آراء لحلقات جاية ممكن تكتبها في التعليقات، وإن شاء الله يكون تعاون مستمر بيننا وبينكم. بس كده، كنت معكم أحمد بن الخياط من مدارك أونلاين. سلام.